نبوءة زوال اللي ما يتسموش. كل حاجة فانية، الناس في حياتك، الشغلانة ومرتك، امبراطوريات عظيمة انتهت. ده حتى التتار اللي كانت اي بلد بتستسلم قبل ما يحاربوهم عشان عارفين ان هم هياكلوا الاخضر واليابس انتهوا. النهارده انا جاي اقول لك بقى على اللي ما يتسموش فاضل لهم 6 سنين وينتهوا خالص. ازاي؟ شاي يا محمد. تخيل انت لو في خناقه في الشارع وجبت حد من عيلتك واصحابك عشان يقعد في قعده الصلح وغلطك انت وطلعك عايز الضرب كمان، تبقى غريبه دي. او ده بالظبط اللي بيحصل عند اللي ما يتسموش. اليهود اللي هم اصلا من نفس ملتهم رافضين اللي هيعملوه في الناس دي، وبيقول لك كمان ان كل الافعال دي ملهاش اي علاقه باليهود الاصليين ولا بالتوراه. اليهود ذات نفسهم عارفين ومتاكدين كمان من ان مفيش دوله يهوديه مهما بلغت قوتها تقدر تعيش اكتر من 80 سنه، وان مفيش غير دولتين يهودتين بس هم اللي قدروا يكسروا حاجز ال 80 سنه دي، وبعدها على طول بداوا ينهاروا. والسبب الحقيقي كان الصراعات الداخليه زي ما احنا شايفين دلوقتي. ركز بس وبص حواليك، العالم ما كانش مصدق وفاكرهم ضحايا لحد ما في قله منهم اعترفوا على نفسيهم بكل الخطط الشرانيه بتاعتهم، وناس من ملتهم ظهروا على النت بفيديوهات بيعترفوا فيها على الخطط الوعره اللي هيعملوها وبيتفقوا عليها. وفي الاخر ضربني وبكى، سبقني واشتكى، وعايزين يصدروها للمواطن ابو شعر اصفر، وانهم بيعملوا للعيال غسيل مخ من اول ما يخشوا المدارس، بيربوهم على ان الارض دي بتاعتهم وانت هتكبر عشان تاخدها من صحابها بعون الله، بعون الله تتحرجوا كلكم، لحد ما الناس الكبيره الغشاوه من على عينيها اتشالت. اصل لازم يلحقوا نفسهم قبل ما الفاس تقع في الراس. وطلع حاخامات يهوديه في التلفزيون عاملين مظاهرات وبيقولوا ان الافعال دي ملهاش علاقه باليهود الاصليين ولا كتابهم وصاهم على كده، وبيقولوا ان هم مصدقين ان في نبوءه عن زوال اللي ما يتسموش، وانهم عارفين من جواهم انهم مش قاعدين فيه، وانهم استحاله يتجمعوا في بلد واحده. هم اساسا خطر على نفسيهم، عامل زي العيل اللي من بعيد يبان هادي وجنب الحيط، اول ما تتوارب عنيه وتسيبه تلاقيه مولع لك في البيت كله. النوع ده من العيال بيكون خطر على اهل البيت. والله نستغرب ليه؟ هو انا جبت حاجه من عندي؟ ده كتابهم وكتابنا بيقولوا كده، هتوهوا طول حياتكم. وهم الصراحه ما قصروش، دخلوا خايفين ومن كتر خوفهم بقوا بكحين، قعدوا يعملوا شلل صغيره مصاحبه نفسيها ومالهمش دعوه باخواتنا، لحد ما مالوا الاماكن زي النمل وهوب راحوا قلبين الترابيزه. مع ذلك كتابنا قال ان ضربتهم جايه منهم، والحقيقه انهم اكبر نسبه مصدقه في النبوءه. النبوءه باختصار يا واد عمي هي ان اللي ما يتسموش دول اخرهم كده على 2027. ده اللي قالوا كتابهم بالنص، ان مفيش دولة يهودية بتكمل 80 سنة، وانها هتقع على يد عطاء الله، واللي لو ترجمتها بالعبري هتبقى نتنياهو. ودلجتي نص الناس بتهاجر وهربانة، والنص التاني شايف ان مفيش مستقبل بقى ليهم في الدولة، وتفككوا على الاخر. عقبال التفكك الحقيقي يا رب. ومش بس كده، هثبت لكم ده بالمكاتيب والوثائق. شفت فيديو على النت كان بيتكلم عن قصيدة موجودة في معهد اللاهوت اليهودي في أمريكا، كتبها واحد اسمه لويس جيزنبورج سنة 28، بتحكي الحرب اللي حصلت ما بين إخواتنا وبينهم، وإزاي اللي ما يتسموش هيتزالوا واحدة واحدة، واللي عملوه في الناس هيطلع عليهم ومنهم فيهم. ده غير بقى أفراهام بورج الرئيس السابق للكنيسة، واللي يعتبر واحد من أهم رجالها السياسيين أساسا، وهو نفسه بيحذر من النبوءة، وكتب مقال في الجارديان بعنوان نهاية الصهيوقية، وإن العد التنازلي خلاص بدأ. وعلشان تعرف إن هم ملهمش أمان بينهم وبين بعض، في واحد اسمه نحوم جولدمن ألف كتاب اسمه المفارقة اليهودية، وراح صيح لصاحبه مؤسس الدولة المنبوذة دي ديفيد بن غوريون في كلام ما بينهم قبل ما يموت، إنه مهما حاول واجتهد عشان دولته المزعومة تعدي حاجز ال80 سنة، فاللعنة دي هتفضل أكيد ملحقاهم لحد قيام الساعة برضه، وإن هو شخصيا في مبادئه مقتنع إن إخواتنا ليهم حق في الأرض، وإن هم كان احتلال وعمرهم ما هيوصلوا لاتفاق، وإنه مأمن بزوالها على إيد الأجيال اللي جاي. قالوا لنا زمان إن التاريخ بيعيد نفسه، يعني أنت لو قريت شوية عن فترة حكم سيدنا داوود وسيدنا سليمان أو دولة الحشمونائيم، هتلاقي إنهم بعد ما وصلوا لعزهم ومجدهم وجابوا رقم ال80 سنة فعلا، بدأت شعوبهم ذات نفسها تثور عليهم، وبقى في صراعات داخلية أدت لسقوط الدولتين دول. يعني النهاية قربت أوي الحمد لله. وأخيرا
كل واحد فيكم لازم يحسب بقى البعض، دول هيغوروا ميت ومش هيبقى في حاجه اسمها الدوله اللي ما يتسموش خلاص كده. دعواتكم بقى. اقفل يا واد.